لازم أقيف. لو لحظة يتحدى الحزن لازم أقيف. لو لون الريد الوجع أو كان مواسم اللغية صيف، ولو الرياح خطت مسار قصاد مدن قلبي الرهيف، لو أصبح الثمن المقابل لهواك نوم الرصيف لازم أقيف. عشان أزرع الفرح العنيد وارجى الخريف، أشرب بحر حزنك أنا أو حتى بس أبقى له كيف، وأعلن خلاص آخر السفر قبال أفكر أبدأ كيف. لازم أقيف ورجاكي من بعد الأمل أو قبله بشوق العنيف، أرصف دروبك بالفرح وانثر قطع لحني الخفيف، ويستقبلك موكب مهيب برا البلد لو جيت طيف. ما انت لي آخر الفرح آخر الكلام منه وقيف، ما انت لي زاد الدرب لما يهد حيل النزيف، وما انت لي كل العشم وكل العشم ألقاك كيف والقاك كيف والقاك كيف. لازم ما تقيف. لازم كلنا، لكن حنقيف على حاجه، لانه في بادره وجدت الثناء اقدمت منتديات الفنان محمد النصري بتكريم عدد من المبدعين، وذلك ظهر امس الاول بجزيره توتي، وتم من خلال الاحتفال تكريم الفنانين صديق احمد ومرغن النجار والشاعر خالد شقوري. من خلال الفقره هذه اكيد نتوقف على دلالات التكريم، وارحب انا واحمد بضيفنا الشاعر خالد شقوري. اهلا وسهلا بك. مرحبا بكم، لكم التحيه في هذا المساء الطيب. تحيه لكل المشاهدين على امتداد بس قناه النيل الازرق، وانا اتمنى انه اوفي الامر حقه، لانه كان هو مساحه وفاء وعطاء كبير جدا من شباب لاجيال مضت. وده يمكن السر الجميل في انه الناس يفترض تتواصل وتستخدم كل الوسائط المتاحه لانك انت تقدم عطر وفاك لاخرين يعني. جميل جدا. طبعا زي ما قالت جود يا استاذ خالد انه هي يعني خطوه وهي تقدير كبير جدا وثناء. غالبيه المنتديات، ما بقول كلها لكن غالبيه او كثير منها بتقدم مواد ونشاطات ممكن ما تكون مفيده للمجتمع والفهم بحاجه كبيره، لكن كونه تجي مجموعه زي مجموعه محمد النصري وتقدم احتفال فيه تكريم لمبدعين، فيه نقاش، فيه تحليل، فيه امور يعني بيكون الفائده حقتها تنعكس على الفن في البلاد بصوره عامه. دي حاجه لفته بارعه بتكون فيها يعني. بالتاكيد. وبعدين الجميل كان في المشهد ده انه تجمعت عدد من المنتديات في رحله يعني من الاسفير الى الهواء المباشر، يعني هو الهواء الطلق. تجمعوا واتحدوا على اساس انه يقدموا عمل برضه ويتعارفوا، لانه مرات الناس بتلاقوا ويتعارفوا بالحروف من مسافات بعيده يعني بتلاقوا. الفكره في انه هي كانت جلسه استماع لبعض من اشعاره وتداول فيها احاديث كثيره جدا ونقاش وحوار. لكن الاجمل ما في الجلسه انه يعني مجموعه منتديات محمد النصري كلها، يعني نحن فيها البساتين وفيها النصر في قلوبنا والنصر في القلب وعدد من المنتديات، وحتى بمشاركه منتدى ود المساعيد، يعني تجمعوا عشان يكرموا جيل قدم عطاء كبير جدا لاغنيه الطنبور، وهم يعني منحازون لفنان شاب يعني ملأ الاسماع. جميل. يعني الفكره لو كان اصلا تكريم النصري ما كانت جديده، صح. او حتى لو واحد من جيل النصري برضه ما كانت جديده، لكن هم باسم التجمع بتاعنا الجميل ده التفتوا لانه هذا النصري الذي استقى هذا الابداع من الطين والجروف حتى من جيل مضى، يعني صديق احمد، مرغن النجار، ود المساعيد. وانا حقيقه انا كنت سعيد جدا وممتن جدا للشباب انه يقدموا على خطوه زي دي، وده الدور الاصيل اللي احنا دايرينه من مجموعه الشباب في انه يقدموا رسالتهم بشكل مفتوح للجميع يعني. نعم. نستشف من كلامك انه التكريم ده له دلالات كثيره، لانه فيه تتويج لمسيرتك الادبيه. خلينا استاذ خالد كده نطوف يعني من اول قصيده الى اخر قصيده وبين قوسين اسماء ورموز. نعم. انا حقيقه يمكن يعني اول حاجه حي كسل التي اهدتني الحرف الاول، يعني مدينتي التي نشأت وترعرعت بها، وضفاف القاش. يعني انا قلت انتقلت ما بين ضفتين، ضفاف القاش بعنفوانه والى ضفاف النيل بصفاه وامتداداته.
انا حقيقه في مسيرتي الفنيه يعني ربنا انا ما قدرت انه انا اكون كده يعني او اكون شاعر اقدم اغنيات وكده، لكن في محطات مهمه جدا، محطات خضراء في مسيرتي، يعني زي اللي كانوا بيتناولوني من حته لحته لغايه ما وصلوني للحته دي من درجه لدرجه. وكان منهم اول حاجه ناس من الاسره، يعني عدد من شباب الاسره كانوا يعني هم ساكنين البلد وعندهم علاقه بالشعر والغنى، فحسوا في حروفي بعض قلق كده ممكن يقدموني لقدام. يا سلام. يعني منهم ابن خالتي احمد جاهوري، المرحوم عباس علي ابن عمي، بعد ذاك صديقي الجميل، يعني في زول خلى الشعر عشان يرعاني انا كشاعر يعني. يا سلام. هو صديق احمد فرح. دي مرحله من مراحل جميله جدا وبعد ذاك مشيت البلد لقيت بدل مساعيد، يعني بدل مساعيد ده لقيته ديوان لشعر وايضا كواحد من المكرمين طبعا. ايوه، يعني بدل مساعيد انا لقيت عنده كل شيء، يعني للنصائح والغنى القديم والغنى الجديد، وفكره انه قدم لي للناس. زمان كان نادر ما تلقى لك ناس تقف في مسرح عشان تقدم قصيده، كان غنى اطلع تغني وينزل اللي بعده، وحكايه لا زال الليل طفل يحبه. لما انا بديت في الاول اقدم القصائد كانت حكايه ما مقبوله كده، زي زول دار يحرمهم من الفنان، لكن شاءت المقادير انه بعد زمان انه يبقى انا العربيه اللي بتيجي تسوق الفنان بتيجي تسوقني يا يعني. سلام. يا سلام. ده نجاح كبير والله. فدي خطوه ثانيه. عدد من الناس لاقيتهم في البلد، يعني الفنان يعقوب تاج السير ده نديدي يعني، كنا نغني هو يدق في الطشت ويدق بالطنبور ونغني. سلام. بعد ذاك في ود المنصوري وفي ابازر محمد نور، وديل في المنطقه ذاتها. بعد ذاك جيت الخرطوم، في الخرطوم جاء بعد ذاك يعني الدفعه الكبيره انا احسها في حياتي عثمان اليمني الله يرحمه ويغفر له. عليه رحمه الله. يعني عثمان ده انا شاب قض غنى لي اغنيه يا سلام. وانا في بواكير الطريق، يعني انا كنت يعني كانت هي لذه، مش قال الزول ممكن تدفعه للامام، حق عثمان دي كانت لذه. يعني انا كان وقعت عليه اشياء مش يا كان مشيت له الرحمه والمغفره. انا حجيك المرحله دي بالذات نتكلم نعم. عنها اكثر نعم. وحتواصل اكثر مع باقي الذكريات، لكن انا في اللحظه دي حنهديك ونهدي كل منتديات محمد النصري وكل المشاهدين الاغنيه الجايه لمحمد النصري، ورجعنا واصل ثاني من جديد. تكسي عليه ومن دنياي تشيل النور. أنا أجيك مشتاق أجيك والهان، أجيك مشتاق أجيك والهان، أجيك مشتاق أجيك والهان، يفيض الشوق بحور بحور، وأتمنى التلاقي معاك وجبر الخاطر المكسور. أنت تزرعي في طريق الصدور، أزيد في الحين تزيد نفور، معاك أعيش شق الأيام، علي لغياك أظل محسور. أجيك
الأيام ولا الزمن اللي عليه يجور ولا بيشرق صباح في الكون يغني على الرياض عصفور ولا بتبقى الأماني أماني للأحلام نشوفها بدور من غيرك عذاباتنا بيرسم فوق وجوهنا سرور سلام بلا
هذا عودة من جديد وترحيب من جديد بضيفنا أستاذنا خالد شقوري. يعني إحنا وقفنا في نقطة مهمة جدا، ظهورك الأول مع الراحل عثمان اليمني وذكريات شاب يافع مع نادي الطنبور. نعم، حقيقة يمكن كانت بالنسبة لي دفعة يعني في اتجاه إنه أنا اكتسب الثقة الكافية في إنه أواصل مسيرة العطاء الأخضر يعني. عثمان اليمني الله يرحمه ويغفر له، واحدة من ميزاته الحقيقية ما كان بيجامل. يعني انت يعني كان وسط الناس انه عثمان اليمني قال لك انت كويس قال لك كعب شوف لك درب ثاني. في احتجاج كان قالوا كيف تجيب شاب يعني أيوة لا شافع صغير. ايوه في ده في برنامج نادي الطنبور. يعني انا اتذكر اول حلقه انا كنت يعني هو قال الحلقه الجايه يستضيفوا خالد، فبعض الناس في اللجنه وكذا ده باعتبار انه انا زول بطاني يعني زي ما يقولوا فكانوا احتجوا في الاول، قالوا يا اخي كيف انه يقدموا زول شاب صغير لسه ما هنا. لكن انت شال مقادير انه اقدم واحده من قصايدي ولقيت استحسان كبير، والاغرب انه بعد 3 شهور من الحلقه انا بقيت مقدم سبحان الله لبرنامج نادي الطنبور مع الاستاذه نفيس احمد علي. ايوه ربنا يرد غربتها ويطرحها بالخير يعني. الله. فواصلت مسيره بعد ذاك من الزمن ذاك، واصلت مسيره تقديم برامج الطنبور في عدد من القنوات والاذاعات. كنت بستضيف الباحثين وبستضيف كثير من الناس المهتمين بغناء الطنبور يعني. دي رحله اعلاميه امتدت، وبعد ذاك بقت مهنتي يعني الاعلام يعني. ممتاز. لكن بمدخل القصيده. طيب استاذ خالد، انت برضو عندك تجارب خارج اطار الطنبور يعني مع مجذب انثى، عمر احساس، نعم. خالد الصحافه. يعني انا حقيقه والله اسعد جدا. انا نفسي لما لاحظت تابيتا ايوه شايفاها دخلت على النصري، انا يمكن ده همي الكبير انه نحن عندنا اغنيه واحده يعني. وشاءت المقادير انه وبدون قصد والله انه كل السودان، اصوات من السودان كلها بتغني لي يعني بعض من اغنياتي. مثال انه غنى لي ثابت عثمان من النيل الازرق، وغنى لي حامد كسله، حامد دروب من الشرق، وغنت لي لوشيا جبريل من الجنوب، وغنى لي عمر احساس يعني. وده تعاون حتى شكل ثنائيه يعني في اكثر من 4 5 أو 6 اعمال يعني. وغنى لي مجذوب انثى، وغنى لي لمين عبد الغفار، وقدمت ملاحم وطنيه يمكن غنى فيها اكثر من 20 أو 30 من اساطين الغناء الحديث. انا بتكلم عن اسماء كبيره، لكن العدد هو يفوق 40 أو 50 فنان يعني لا تسع المساحه لذكرهم. لكن انا احيي كل من ترنم بكلماتي واقتنع بها. انا بحس بانه انا مشيت في خط مهم جدا في انه القصيده يفترض ان تتحرر من التوجهات يعني. نعم. صح الفنان هو بيعبر عن منطقته بثقافته بايقاعه، لكن انا كشاعر الشاعر يحط من غصن الى غصنك الطاير يعني. فانا اعتقد انه اللي افترض الناس ينفتح على كل السودان وتتبادل القصائد. والان الحاجه الجميله يعني يمكن انتم تكونوا حاسين الامر ده، انه بدات لغه الشعر تتوحد. زمان الزول لو قال قصيده تعرفوا ده جاي من وين. الان الكلام ده مناسب كاد ان يذوب يعني. يعني انا افاجئ مره في نص في لكنتنا يعني لكنه المنطقه، وفاجئ انه للشاب من الجزيره. فاسهم عديد من الفنانين في هذه الرساله. فان الطنبور بانتشاره اسهم، لكن انا برضو يعني بعزي الاسهام ده برضو للفنان الراحل العظيم يعني مصطفى سيد احمد، ربنا يرحمه ويغفر له، لانه تعامل مع قصائد حميد واغنياته الملحميه العميقه حتى الموغله في المفرده تحت المنطقه، وقدم منها مع عبد الرحيم ويا مطر عز الحريق وشك المكبوت مكندك صمصونايتك زمزمي كون شبر طوري منجل سبحي فانوس مدردح. يعني تخيل عمق الكلمات دي تغنى بها مصطفى سيد احمد. انا من الطرائف يعني بعد مصطفى سيد احمد غنى الاغنيه دي انا كنت اترابي في كسله، لما نمشي كان يقول لي عليك الله شعر بتاع البلد ده خله قول لنا الشعر بتاع المدينه. يعني انا طبعا باعتباري مربى مدينه وريف لكن افاجئ يعني بعد انتشار اغنيات مصطفى سيد احمد رجعت الكسله، وفاجأ في مسرح مدرسه المداد، واحيي كل اهلي واحبابي في المربعات انه يطلبوا قال لي يا اخي الشعر بتاع الغنى ده خله دايرين الشعر العميق بتاع البلد.
جميل. نفس الناس، يعني تخيل شوف الاثر امتد بشكل كبير جدا. جميل. جميل. حلو. هو طيب. برضه معلش يا رجل عقد الجاد برضه لها دور كبير في انها كانت برضه نشرت نعم باغنيه نوره نعمه، يعني نوره نقاحه الجروف، نوره حلابه اللبيني لسه غايرين والضيوف، ونوره وقت الحريه ولعت تقلب نسمه وتطوف، تدي للجيعان لقيمه وتدي للعطشان جغيمه، تكسي في الماشيين عرايه فوق يتقطع حديمه، هكذا كان حميد. طيب الجميل جدا برضو انه انت فيك وفاء نادر، يعني ما بسهوله انت بتلاقي عند اي زول. يوم تكريمك انت تحدثت عن ناس معينين، ما تحدثت عن نفسك استاذ خالد. والله انا بعتبر نفسي قصيده كتبها الاخر. يا سلام، ده احساس راقي يعني انا ما كتبت نفسي ولا قدرت الحاجه دي. وحتى انا قبل ذكرت فنانين، لكن انا بذكر شعراء اترابي والكتب متلاحقه، لكنهم استغيت منهم كثير من المعاني والمضامين يعني، وعددهم كبير، يعني جيلنا كله من الشعراء. وانا بعتقد انه يعني الفن ده ما فعل مفرد اصلا، ما في زول يقول انا بقيت فنان براي ولا بقيت شاعر براي، هو صنيعة اخرين، وهو نتيجه لتفاعلات كثيره في المجتمع، وحراك مدتيد وجرتيد ولمتيد وقلدة زول، دي كلها بتكون فيك انت احساسك بانك شاعر. يعني انا الناطق الرسمي باسم احبابي. يا سلام. يعني هذا الفعل انا بظنه في نفسي، وبظن انه انا بقدم للناس كلام ناس ما حقي، يعني معبر للاخرين عبر قصيده اكتبها يعني بعدين باش كاتب، يعني ممكن اكون باش كاتب. قمه النجاح لك انه الطفل يعني لجنه التحكيم اعترض عليه انه هسه بقى يغني له كل السودان. تحيه كبيره لك، شكرا جزيلا. وعايزين منك هسه تسمعني والمشاهدين كده واحده من القصائد الجميله بتاعتك. بهوى فيك صمت الليالي ورقة أزهار المروج، وبهوى فيك روح الأصالة وسمرة العرب الزنوج. لما كل الناس تغني في غناهم بلقى همسك، ويبدأ صبح الفرحة يطلع لما تطلع فينا شمسك. ديما بحلم ولما أحلم ألقى حلمي بيحكي أمسك، وحتى لما أقرأ ذاتي ألقى ذاته ذات نفسك. ما دي الطيور سرقت مشاعري ومن هواك خلقت نشيدة، والليالي سقت بهاها للعيون اليود بريدة. جاتني منك ليه بلادي زفت السحب السعيدة، وكنت ليه قلبي اخضرار رغم انك جد بعيدة. اصلي من قبال اشوفك كنت شايلك في خيالي، كنت دايما بحكي ليكي عن سنين عمري الخوالي، ولما شفتك ما اندهشت نفسي إحساسي المثالي، بس زمان ما كنت بقدر يا خيالك أقول تعالي. عزتك فرحك شموخك شايلة من نيلنا ونخلنا، وصلي من شفتك عرفتك فلتة من فلتات زمننا. ما عشان هيبة جمالك وما عشان دنياك جنة، بس لأنك في عيونك دفقة من سحر المحنة. مدي إيدك للتعابة، مدي إيدك للتعابة وأهدي سر الروع عليهم، واسقي بفرح خدار ما ملامحك ظاهرة فيهم، في غناهم في شقاهم حتى في إيقاع مشيهم. ردتهم فيك والغريبة كنت قبلك بشتهيهم، وبكرة تنزاح الأماسي والشموس النايمة تصحى، وطلعتك تسكن عيوني بعد ما كان زادي لمحة. غني للزول البريدك ومن شذاك هديه نفحة، ويا مناي لو الله غدر بكرة تبقى الدنيا سمحة، بكرة تبقى الدنيا سمحة، وبينا تبقى الدنيا سمحة. بيك والله بيك بالفعل. شكرا جزيلا أستاذ خالد شقوري شاعرنا الجميل والأنيق. احنا ذاتنا يعني كان أحمد خليتنا كده نطير فوق السحاب كده بالكلام الجميل والأنيق والرقيق. شكرا جزيلا. تسلموا كثير. التوفيق. تسلموا كثير. شكرا جزيلا. نورتنا كثير أستاذ خالد. إذا مشاهدينا نلتقي بعد فاصل إعلاني، خليكم قراب.